انا مكسوفه منكم والله. انا مش عارفه انا كنت فين الفتره اللي فاتت، ومش عارفه ابدا الفيديو ده. يعني انا بقالي شويه متنحه، مش عارفه المفروض كنت بقول ايه عشان ابدا الفيديو. فانتوا اعتبروا ان انا قلت حاجه في بدايه الفيديو يعني. وخلينا نقول ان الفيديو ده كان المفروض يتعمل من اسبوع، ولكن ان تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي، فاتعشم ما يكونش موقفي سيء. ومبدئيا خلينا نقول الف مبروك لكل اللي نجح واللي جاب مجموع الكليه اللي كان نفسه فيها، ومليون مليون مبروك للي نجح وما جابش مجموع الكليه اللي كان نفسه فيها. في الفيديو ده هنتكلم عن رحلتي، انا مش عارفه ممكن اسميها رحله ولا لا، بس عن تجربتي انا اللي انا مريت بيها في الوقت اللي كليتي اللي انا كان نفسي فيها ضاعت مني، ودخلت كليه تانية خالص بعيدا كل البعد عن المجال اللي كان نفسي فيه. ازاي ده حصل؟ انا مش عارفه ازاي ده حصل. هنتناقش في ده، وهنتناقش ازاي نحدد الكليه اللي المفروض نكون فيها بناء على شخصيتنا احنا. اول حاجه هنبدا بفقره الذكريات المريره. لا هي مش مريره، هي جميله الحمد لله. زي الوقت ده تقريبا او قبل اسبوع من دلوقتي اللي هو وقت النتيجه، كان تقريبا نفس الوقت بتاع النتيجه بتاعتي. انا كنت جايبه مجموع رأس على السلالم، عارف اللي هو مش حاجه حلوه ومش حاجه وحشه، انا ما اعرفش يعني. هو كان قريب على ال 92. كنا في السنين العاديه اللي هي المجاميع بتاعه الديتور دي، فكان المجموع بتاعي انا مش قادره احدد هو حلو ولا وحش، بس تمام ماشي حاله. وانا تقريبا قعدت من 5 ابتدائي لثالثه ثانوي الكليه الوحيده اللي شغله دماغي وبفكر فيها هي كليه اثار، مفيش اي كليه ثانيه وما عنديش بلان بي اصلا. فانا اول حاجه شغلت بالي لما عرفت النتيجه بتاعتي، اوكي ماشي انا مش عارفه افرح ولا ازعل، بس هل هلحق الكليه اللي انا عايزاها ولا لا؟ ما هو ده اللي يخليني افرح او ازعل. فقعدت طبعا قبل التنسيق اشوف تنسيق السنه اللي فاتت عشان اشوف انا هلحق ولا لا، فكان مجموعي جايب بالظبط تنسيق السنه اللي فاتت، ولو زادت 1 من 10 ما كنتش هلحقها. كنت قاعده على امل ان كل ده يظبط، النهايه السعيده تحصل، وادخل الكليه اللي انا نفسي فيها من زمان، اللي انا ما عنديش اصلا خطه بديله ليها. لحد ما اتفاجئت يوم نتيجه التنسيق ان انا ما جاتليش اصلا اثار، وكان ساعتها ما كنتش مهتميه اصلا ايه اللي بعد اثار، لان انا كنت حاسه ان باذن الله هتيجي اثار، فما كنتش مهتميه باي حاجه ثانيه. فكتبت بعدها تربيه، اللي هو التسلسل الطبيعي للرغبات بتاعه التنسيق، الاعلى وبعدين الاقل والاقل والاقل، لحد ما جيت يوم التنسيق واتفاجئت ان انا جالي تربيه. وانا اصلا بكره التدريس كره العمى، وكان مستحيل ان انا اشوف نفسي في مجال زي تربيه. فساعتها قررت ان انا خلاص اثار ضاعت، هعمل ايه بقى؟ انا كانت ازمتي في الوقت ده ان انا ما عنديش خطه تانية، انا مش شايفه نفسي في حاجه تانية. فمن وقت نتيجه التنسيق لحد ما فتحوا تقليل الاغتراب وانا بفكر انا شايفه نفسي في ايه تاني. كان الموضوع ماشي بسيط جدا، اللي هو قشطه ما اتلحقتش في اثار هدخل اداب اثار، محلوله، اداب اثار اداب تاريخ، وكان في سياحه وفنادق قسم ارشاد سياحي. فقلت خلاص هم دول ال3 كليات اللي باذن الله هترسي على واحده منهم. في وسط ما انا بقلب، ودي كانت ميزه حلوه ان انا كنت بقلب على الكليات كلها، وده طبعا ما كانش اقتراحي لان انا كنت فاقده الشغف خالص خالص، ده كان اقتراح اخويا. كان تقريبا نفس الحال بتاعي بالظبط، كان جايب نفس مجموع رأس على السلالم، اللي هو مش متاكد هل هيلحق هندسه ولا مش هنلحقها على نفس الحاجات البسيطه. الوقت ده كان تقريبا كابوس علينا احنا الاثنين، لان كان الفرق ما بيننا وما بين الكليات اللي احنا عايزينها حاجات بسيطه قوي. ففكره ان انت ما تلحقش الكليه اللي انت عايزها على حاجه شعرايه كده بتوجع شويه، ولكن الحمد لله احنا تخطينا مرحله الوجع وبدانا نفكر بشكل فعلي هندخل ايه، يعني هنعمل ايه دلوقتي. فبدات اجيب كل الكليات بتاعت ادبي. الكليه اللي احس ان الاسم ده شدني شويه بدخل ادور عليها واشوف الكليه دي بقى بتدرس ايه جوه، يعني انا هطلع ايه من الكليه دي. فبعد بقى التدوير والحاجات دي كلها لقيت قسم علم نفس في اداب برضه. فقعدت كده لحظه حاسه ان ممكن يكون القسم ده شبهي شويه، فكتبت بخط صغير كده في اخر الصفحه على الهامش كده، اللي هو حطيه في بالك كده وخلاص. ونمت وصحيت والايام عدت، حسيت ان انا بدات افكر اكتر في القسم ده، حاسه ان هو ممكن يكون في سنه مني كده، حاسه ان انا هكون مرتاحه فيه اكتر. فبدات افكر طب انا مثلا بما اني انا مجال الشغل اهم بالنسبه لي، بعد ما اتخرج من اداب اثار هشتغل ايه؟ ايه الشغل اللي هيكون متوفر بالنسبه لي وهحس في الشغل ده ان انا مرتاحه ولا لا؟ فلقيت ان شغل اداب اثار مرشد سياحي، مدرس، مترجم ممكن، بس مفيش اي حاجه تانية. واصلا كل المجالات دي ما كانتش في دماغي. يعني انا اكتشفت بقى بعدها بفتره ان انا كنت بحب دراسه الاثار او دراسه التاريخ، لكن مجال الشغل بتاعه انا ما بحبوش. في الوقت ده حسيت ان انا بدات افقد الشغف اتجاه الكليه اللي انا كنت بحلم بيها من 5 ابتدائي، وحسيت ان انا بس كنت حابه مجال الدراسه بتاعها. بالمناسبه مش عشان انت حابب مجال الدراسه بتاع حاجه يبقى بالضروره مجال الشغل بتاعها هيبقى مناسب ليك، لا مطلقا. فانا كنت حابه الدراسه بتاعتها، لكن مجال الشغل ما كانش مناسب ليا، ما كنتش عايزاه. على النقيض التاني بقى ايه مجالات الشغل اللي ممكن تقابلني في علم نفس؟ حسيت ان في مجالات شغل كتير وكلها قريبه مني، وكان اهم حاجه مخلياني بميل قوي ناحيه المجال ده هو ان انا مش بحب الشغل الروتيني. انا ما بحبش اروح واصحى واجي في نفس الميعاد،
ما بحبش الحاجات الروتينيه وبتخنق، فكنت حاسه ان المجال ده هيديني فرصه ان انا ما اكونش في حاجه خانقاني. فحسيت للحظه ان ممكن فعلا المجال ده يكون مناسب ليا، بدات ان انا اسال ناس وادور اكتر، طب انا هشتغل ايه، طب انا هدرس ايه، والحاجات دي كلها، لحد ما في الاخر رسيت فعلا ان انا دخلت اداب علم نفس. وساعتها كان كل اللي حواليا تقريبا ما عدا اخويا كلهم كانوا شايفين ان انا اتجننت، ان انا يعني طول الوقت بصيح على اثار او حاجه فيها مجال تاريخ عموما، وفجاه ادخل لهم علم نفس. فهم حسوا ان انا يا عيني من الصدمه بتاعه النتيجه فقدت الشغف وفقدت قدرتي على كل حاجه، فيلا بقى يلا ندخل اي حاجه. ولكن الموضوع ما كانش كده، انا كنت فعلا شايفه ان ده اقرب مجال ليا. سبحان الله، هو دايما ربنا بيدلنا الحلول اللي هي ممكن توجعنا في وقت لحظي، ولكن بعد كده هتفرق كتير قوي. يعني انا مش متخيله حياتي لو انا ما كنتش دخلت الحاجه اللي انا فيها دلوقتي. وانا حاليا خريجه السنه دي اداب علم نفس، وشايفه ان انا انجزت انجاز كويس في المجال ده، او انا كنت طول الوقت حابه المجال ده لدرجه ان انا ما كانش عندي مشكله ان انا اقعد بالساعات اذاكر او اقعد اعمل اي حاجه، انا مبسوط، انا متكيف. فانا ما كانش عندي ازمه خالص طول الاربع سنين بتوع الدراسه، ما كانش عندي ازمه مع اي حاجه في الكليه. فعشان كده اعتقد ان ده كان عامل كويس خلاني قادره ان انا اتخرج بتقدير كويس. بالمناسبه باركولي عشان انا الثانيه على دفعتي. زغرطوا يا اخواني، يا حاجه زغرطي والنبي يا نسوان، الله الله. الاهتمام ما بيختلفش، بس انا بطلبه عادي. فانا بحب احكي الحكايه دي عشان بتحسسني ان انا كان اختياري صح، وكل الناس في وقت من الاوقات بتحب تحس ان اختيارها كان صح، لان ده شعور عظيم جدا. وبالمناسبه برضو من باب ان احنا بنفتكر الذكريات اللذيذه دي، اخويا اللي هو توأمي اللي ملحقش هندسه برضو على فرق حاجات بسيطه، دخل حاسبات ومعلومات قسم اي، هو حاليا برضو خريج السنه دي وبرضو الثالث على دفعته، باركوله برضو. فالقصدي من كل ده ان فعليا لما بندخل مجال مناسب لينا بنقدر نحقق فيه حاجات كويسه، بغض النظر عن هل هو ده كان المجال اللي احنا كنا بنحلم بيه من ساعه ما كنا في الحضانه ولا لا. فعشان ما اطولش عليكم، حاسه ان انا طولت قوي، هنا بقى نتكلم ازاي نختار الكليه المناسبه لينا او التخصص المناسب لينا. اول حاجه ايه اصلا الحاجه اللي ممكن تخلينا ما نختارش؟ يعني اللي هو بص انا هكتب كل الرغبات من الاعلى للاقل واللي تجيلي هدخلها. ايه الحاجه اللي ممكن تخليني اعمل ده؟ ان انا ما بقاش بايع بقى، مش فارق معايا الدنيا، مش فارق معايا حاجه، انا ضاع حلمي والجو ده فيلا ندخل اي حاجه. او ان انا خايف اصلا ان انا اتحط في لوم لما اختار حاجه وتطلع وحشه، وانا كنت مرعوبه جدا من الموضوع ده. عشان كده بقول ان انا لما بحكي قصه الكليه بحس بانتصار، لان انا بحس ان انا اخترت صح ودي حاجه كويسه. ولكن نتخيل لحظه لو انا كنت اخترت غلط، كان ايه اللي هيحصل؟ كنت هقضي مثلا سنه 2 وبعدها هحول على طول، لان انا اصلا مش الحد اللي بيميل انه يفضل في مجال وهو مخنوق منه مطلقا. ايه اللي كان هيحصل؟ كان عادي، كنت هبقى زماني في سنه تانية دلوقتي، الدنيا ما كانتش هتتهد، كنت هبدا في مجال جديد برضو وهكتشف المجال ده، وكنت برضو هبقى متفوقه فيه او هعمل حاجه فيه على الاقل. كانت عادي، الدنيا مش هتتهد، ما كانش هيحصل حاجه، ما كانش هيحصل التهويل والتخويف اللي انا كنت مخوفه نفسي بيه، ما كانش هيحصل اي حاجه خالص. في الاحصائيات تقريبا بيقولوا ان 40% من دفعه سنه اولى جامعه بيغيروا تخصصهم، ده عادي. وحاليا في الوقت اللي احنا فيه ده نص الناس بعد ما تتخرج اصلا بتعمل كارير شيفت، فالموضوع بقى عادي جدا. فما تقعدش مخوف نفسك ان انا هختار تخصص ويطلع مش مناسب ليا والناس تلومني، كل الحاجات دي ملهاش اي 30 لازمه. الحاجه الثانيه ان حلمك ضاع بقى والحاجات دي، فحلمك ما ضاعش. الانسان ما هو الا شخصيه، شويه ميول، شويه رغبات واهتمامات. الرغبات والاهتمامات دي كلها بتبقى في مجال واحد، المجال الواحد ده فيه اكتر من طريقه تخلينا نوصل له. يعني مثلا الدكتور ما اتخلقش عشان يبقى دكتور بس، المهندس ما اتخلقش عشان يبقى مهندس بس. يعني مثلا المهندسين ايه اهم حاجه فيهم؟ اهم حاجه مثلا ان المهندس عنده قدره على التفكير المنطقي، عنده قدره على حل المشكلات. ايه بقى المجالات اللي فيها التفكير المنطقي وحل المشكلات ده؟ مليون مجال غير الهندسه، فهنبدا ندور على المجالات دي وهكذا. وده هيودينا للنقطه اللي بعدها على طول، هل مجال الدراسه اهم ولا مجال الشغل اهم؟ بالنسبه لي مجال الشغل اهم، وعموما مجال الشغل اهم. مجال الشغل اهم من ناحيه ايه؟ يعني انا مثلا كنت بحب مجال الاثار قوي، ولكن اكتشفت ان انا بحب مجال الدراسه مش مجال الشغل مطلقا. فاول حاجه تفكر فيها ايه مجال الشغل اللي انت حابب تكون فيه؟ زي ايه مثلا؟ هل انا مثلا حابب اكون في مجال ابداعي، ابدع كده زي الرسامين والفنانين والادباء والكتاب والحاجات دي كلها مجالات ابداعيه وفيها حاجات مختلفه. يعني مثلا المسرح مجال ابداعي، الفنون مجال ابداعي، الادب مجال ابداعي، النقد مجال ابداعي، في مجالات كتير جدا ابداعيه وكلها في نفس الحاجه. فانت بالنسبه لك ايه المجال اللي انت شايف نفسك هتكون فيه؟ وبناء على المجال ده هتلاقي جواه بقى كذا تخصص ممكن انت تدرسه. الحاجه الثانيه بقى اللي ممكن تساعدنا واحنا بنختار المجال اللي احنا هندرسه،
ايه الحاجه اللي انا لما بعملها كويس جدا، بعملها احسن من اي حد في الدنيا، وده نوعا ما بيكون كويس مع الناس اللي هي ايه، اللي عندها اهتمامات واضحه قوي. يعني الناس مثلا بتحب ايه، الرسم، انا بحب ارسم قوي. الناس بتحب الكتابه، انا بحب اكتب قوي. الناس مثلا اللي بتحب انها تقرا، انا بحب دي مع ايه، الهوايات والمجالات الواضحه قوي. يعني انا كان من الحاجات الواضحه قوي بالنسبه لي ان انا بحب اتكلم زي ما انا بتكلم دلوقتي، وان انا بحب اسمع، بعرف اسمع. فانا ده كان بالنسبه لي بدايه الخيط اللي خلاني اكتشف ان انا ممكن انفع في المجال اللي انا فيه دلوقتي. فانت اسال نفسك ايه الحاجه اللي انا بعملها وبحس ان انا بعملها كويس، ولو انت ما عرفتش تجاوب على السؤال ده فممكن اللي حواليك او المحيط اللي هو الصغير اللي هو اصحابك اهلك يساعدوك في اجابه السؤال ده. ثالث حاجه وهي ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، يعني احيانا ممكن تكون حاجه صح واحيانا ممكن تكون حاجه غلط. المواد اللي انا شاطر فيها احيانا بتبقى صح احيانا بتبقى غلط. يعني انا مثلا كنت شاطره في الجغرافيا، كنت بجيب فيها درجات حلوه. كنت شاطره في الفلسفه والمنطق، مقفله فلسفه ومنطق. بس هل ده معناه ان انا اروح اتخصص فلسفه؟ مش معناه ان انا اتخصص في المجال اللي انا شاطر فيه، ولكن احيانا بتبقى حاجه بشكل ملحوظ قوي. يعني مثلا في ناس هي من صغرها ما شاء الله شاطره جدا في اللغات وبتحبها، مش شاطره بس، والمجال سلس وسهل بالنسبه لها. فالناس دي احيانا لما تدرس المجال ده هيبقى سهل قوي بالنسبه لها ان هي تبقى ايه، تبقى رقم واحد في المجال ده، ما عندهاش ازمه. فده متوقف على هل انت اصلا من الناس اللي هو عندها ماده واحده كده طفره بتحبها وشاطره فيها وبتحب دراستها، ولا انت كده كده عندك اكتر من ماده شاطر فيها. لو انت عندك اكتر من ماده فده مش هيفيدك، لكن لو عندك ماده واحده فده ممكن يكون برضو ايه، بدايه خيط ان انت تكتشف ايه المجال اللي انت بتحبه. في اسئله بقى انت وانت بتسالها بتحس ان هي هتساعدك ان انت تختار التخصص الصح، ولكن هي ما بتساعدكش، هي عائق كده. سؤال ايه، هل لو انا اشتغلت في المجال ده هجيب فلوس؟ ما اعرفش. صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. ان الفلوس عامل نسبي جدا لتحديد المجال اللي انت بتختاره. يعني انا مثلا دلوقتي متخرجه، هل انا مثلا القبض اللي انا بقبضه دلوقتي هيبقى زي القبض اللي انا هقبضه بعد مثلا 5-6 سنين بعد ما اكمل دراسه واتطور اكتر وابقى احسن؟ الحاجات دي كلها لا، مش هيبقى نفسه مطلقا. انا بشوف دايما ان اي شخص بيجتهد في المجال اللي هو فيه اسمه بيسمع، ففي الحاله دي انت ساعتها هتكون ماديا نوعا ما كويس. فانا بحس ان الموضوع ده ما ينفعش يتسال خالص. انا بشوف ان مجالات الدنيا كلها طول ما انت بتحبها شايف ان انت قادر ان انت تكمل وتطور نفسك فيها هتقدر تجيب منها فلوس. فحاسه ان الفلوس ده عامل نسبي قوي. تاني حاجه، هل المجال ده صعب؟ والله ما اعرفش. يعني انا مثلا قعدت في الكليه بتاعتي شايفه ان المجال بتاعي اسهل ما يكون، غيري قعد في نفس الكليه شايف ان المجال بتاعي اصعب ما يكون. فبرضه الموضوع ده نسبي قوي، انا ما اقدرش احدده. فالسؤال ده برضه مش هيساعدك مطلقا. فخلينا نلخص الحاجات اللي احنا قلناها بشكل سريع. كل انسان شخصيه، الشخصيه دي جواها مجموعه من الميول والمهارات. الميول دي هي اللي بتخليك تحدد انا ممكن اكون كويس في مجال ايه. حددنا المجال، حلو جدا. بعد ما حددنا المجال نبدا نفكر المجال ده بقى ايه دراسته. يعني حتى لو انا مش عارف، مثلا انا مش عارف المجال الابداعي ده ممكن دراسته تكون ايه، انا هدخل اكتب على جوجل ايه الكليات اللي فيها مجال ابداعي، ايه الكليات اللي فيها فرصه من الابداع. هيجي لي كليات كتير جدا، ابدا افكر طب الكليه دي بتدرس كذا وكذا وكذا، الكليه دي كذا وكذا، الكليه دي شغلها كذا، والكليه دي شغلها كذا. الموضوع مجهد ومحتاج وقت، ولكن يستاهل ان انت تكون في مجال حاسس ان ايه، ان الدنيا سهله، لان الدنيا عموما صعبه جدا والوقت صعب والدراسه بشكل عام مجهده وصعبه. فالموضوع ايه، مش محتاج صعوبه اكتر، مش محتاج ان احنا نكون في مجال مش طايقينه ومش حابينه، والدراسه كده كده هتعدي. يعني 4 سنين هيخلصوا ماشي. الشغل بقى الحاجه اللي انت هتكمل فيها بقى 30-40 سنه جايه، هتعمل فيهم ايه؟ فالفكره ان انت ما تحطش نفسك في حاجه معينه وتجبر نفسك ان هي الحاجه دي يا بلاش. لا، مفيش حاجه اسمها كده. وابدا دور وافرك كده، عشان من غير الفرق ده هتلاقي نفسك في الاخر التنسيق هو اللي بيحدد لك ايه الكليه اللي انت هتدخلها. فاتمنى لكم كلكم تدخلوا مجالات انتوا حابينها وقادرين ان انتوا تبدعوا فيها وتكونوا متفوقين فيها، او تكونوا على الاقل مرتاحين وانتوا فيها. ده يكفي قوي. اعتقد ان انا هنا خلصت الفيديو. اتمنى يكون فيديو خفيف كده ولذيذ وتتبسطوا بيه. الفيديو الجاي هتكلم عن مجال التخصص بتاعي اللي هو علم نفس. فقولوا لي انتوا محتاجين تعرفوا ايه اصلا عن القسم، محتاجين تعرفوا ايه عن مجالات الشغل او الحاجات دي كلها، علشان الفيديو يكون شامل بقى كل الحاجات دي. ولو انت وصلت لهنا انا ممتنه ليك جدا ان انت كملت الفيديو للاخر، وشكرا.